بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي نايف محسن قاسم، الاسم الرباعي، من قرية علمة قضاء صفد. مولود في 22/11/1950 في قرية عيت الشعب في جنوب لبنان. ولما أهلي أجبرني الجيش إنه يخلوا جنوب لبنان، ينتقلوا يلتحقوا بالمخيمات، جينا على تل الزعتر وكان عمري يعني بين 3 سنين و4 سنين. يعني أنا أتذكر ببدايات بناء المخيم. كان المخيم عبارة عن معدل 6 بركسات من الأونروا، كانوا 4 منهم موجودين بالحي التحتاني اللي كان قريب من مدير المخيم أبو يوسف حمورة، وبحينا فوق بالحي الفوقاني اللي كان حد معمل الزعتر لفوق شوي، حد نقول حد مركز الصيانة، كان في 4 بركسات كمان. وبعدين شوي شوي بلشت تيجي المجموعات، قعدت بركيات جينكو، وكان المخيم تقريبا من عند مدرسة بيسان لغاية هربوش اللي بالبرج العالي فوق بالتلة هرموش. كان عبارة عن حقول، كانت ما في بيوت ولا في بركيات ولا شيء. يعني كنا بالفرص كنا نطلع نلعب لغاية نصل لتمثال هرموش. أول ما أنا بلشت بالمدرسة طبعا، يعني دخلنا بمدرسة بيسان، وهي ما كان اسمها مدرسة بيسان، اللي كانت هي موجودة حد معمل الأرميد. طبعا أحكي لك عن الطفولة كانت بائسة، يعني ما كان عندنا شيء، كانت بيوتنا عبارة عن حصيرة على الأرض وشوية طراريح، وما كان عندنا شيء، بابور كاز، بابور نمرة 4 نضوي، ما كان عندنا شيء. وكانت الأسرة كلها كبيرة، يعني ما كان بعد حدا بالبيت متجوز إلا أبو عفيف أخوي الكبير الله يرحمه. وكنا نروح على المدرسة حفاة، ما عندنا يعني إمكانية الأهل يشتروا لنا صبابيط أو شيء. فإجا الأستاذ، قرر الأستاذ إنه اللي بيجي حافي بده ياكل أكله، يعني يجبر الأهل إنه يشتروا لنا إشي نلبس فيه. فقاموا اشتروا لنا أباقيب، يعني أرخص شيء الأباب 10 قروش 20 قرش. وبما إنه المدرسة كان أرضها كلها بطون، فنطلع على الدرج نقرع. هذا إجا الأستاذ قال اللي بيجي لابس أباب بده ياكل أكله، ممنوع تيجوا بأبايب، هذا شتاء صيف الأباب. فراحوا اشتروا لنا أهلنا جزمات، يعني تطورت الأمور شوي. طبعا اللي نمرة إجره 28 30 يجيبوا لها 36 مبحبح، نمرة كبيرة مشان يعني الضاير عنده. وطبعا لما الواحد يلبس جزمة فيش كلسات، طبعا بتعرف كيف شتاء صيف جزامة، الريحة بالصف كأنك عايش بمزبلة. أنا بتذكر الله يسهل عليك، أنا معلمة اسمها فاطمة ومعلمة تانية اسمها سوزان فرحات، قالت اللي بيجي بجزمة بدي أذبحها وحفها من الجزمة. هاي وضع المخيم. كان الوضع يعني البركيات اللي كانت هي عبارة عن بركيات زينكو، لأنه ما كان مسموح للفلسطيني هناك يعمر أي شيء اسمه بطون، إلا إحنا اللي كنا عايشين بالبركسات اللي وزعتهم الوكالة علينا. يعني إحنا كنا فيرست كلاس بننعد إحنا، يعني الحجر بطون والسقف أترنيت. أما البقايا باقي البيوت الثانية كانت عبارة عن زينكو، مع يعني حتى الزينكو ما كان موجود، صفائح، تنك الزيت وتنك الكاز، وهذا يفتحوها الناس ويعمروا فيها البيت. فبالشتاء كانت الدنيا سقعة، يعني موت أحمر. وبالصيف نفس الشيء، المعدن هذا يصير حامي وحتى يعرق بالصيف، بصير تقوم تلاقي غط الحفات كلها إيش، كلها صدى. بالإضافة إلى أنه كان معمل الأرميد اللي حدينا، كان يعني الناس بالصيف كانت تنام، اللي حاول تصويني ينام برا، نقوم نلاقي الصبح من المداخل تبع معمل الأرميد كل البيوت كلها تلاقيها كلها سودا شحبار. هذا يعني
باختصار انه حتى ممنوع اذا كان عندك قدوحة بالزينكو او بالتنك، يعني بالشتاء الناس تحط زفتة على شقفة شادر وتلزق، كان الدرك يكتب مخالفات، يعني 25 ليرة يكتبوا مخالفة، الرجل كان بالشهر كله ما يطلع ال 25 ليرة، فيجي الأخ الدركي على البرد المستريح يسلخك الضبط ب 25 ليرة بس لأنك تغطي الجوار القدوحة اللي بالسقف أو شيء مشان ما يمنع المي ينزل عليك. حتى يعني إخواننا الدرك لعنة الله عليهم وعلى سيرتهم، لأنه يعني الواحد ما بذكرهم إلا بالشر، لأنه ما كانوا يعاملوا الناس معاملة إنسانية. فيعني كان إذا مرقوا الدركية اثنين قدام دكاني ولقوا هالشباب والختايري قاعدة، إذا ما الختايري والشباب يقوموا يوقفوا وتفضلوا ويعزموا عليهم، كانوا يجروا الناس وبيهدلوهم بالمغفر. إذا واحد مرق ومرة عم تشطف قدام بيتها تنظف قدام بيتها هذا يعني يتوسخ صباطه، يعمل لها بهدلة للمرة ويكتبها مخالفة نفس الشيء. فهذا وضع المخيم بشكل عام، يعني عدا عن انه يجرجروا هذا يجرجروه، وهذا انت قوميين عرب، هذا انت هيك، هذا انت هيك، هذا بتعمل مناشير وعلى بهدلة وعلى قتل. كان الدرك والشعب الثاني عايثين بالمخيم فساد، أنا ربكم الأعلى فأطيعون. يعني الذل اللي عشناه تحت الدرك والشعب الثاني بالمخيمات يمكن ما تمارس إلا بجنوب أفريقيا بعد الاستعمار البريطاني لجنوب أفريقيا. عدا أنه كانوا يتلصلصوا على البيوت بالليل يمرقوا، شوف إذا واحد فاتح راديو على صوت العرب أو على صوت العاصفة أو شيء، كان يتاخذ ويقعد له 4-5 شهور على قتل عند المكتب الثاني. من طفولتي اللي بذكرها أنا كمان إنه يعني كان الجيش في بداية الستينات، يعني أنا كنت شوي صغير صرت بالمدرسة، يجوا بحجة إنه بدهم يفتشوا على مين اللي بالقوميين العرب ومين الفلسطيني بتاعته بالسياسة، ينكبوا المخيم، يطوقوا المخيم ويقعدوا يفتشوا على مناشير وعلى ذا. حتى إذا كانوا يشوفوا بيت واحد صورة جمال عبد الناصر كانوا يبهدلوه، كانوا يخبطوا العدس الرز البرغل، يعني يقلبوا البيت فوقاني تحتاني على ولا إشي ويعملوا منع تجول لغاية الساعة 2-3 بعد الظهر ويروحوا. وهذا الحال يعني عشنا عليه. بالإضافة إلى أنه لما صارت معارك 58 بين أيام عهد كميل شمعون، كنا نمرق نتفرج على الدبابات الأمريكية اللي جابها السيد شمعون لتحميه، وكانوا يمرقوا من قلب المخيم ويطلعوا على دير مروكس فوق على منطقة السبتية. كانوا هناك في أحراش فوق المخيم، عملوا معسكرات للجيش الأمريكاني هناك. كانوا يوقفوا على طرف المخيم من منطقة السلك من عند المقبرة الكتائب ويصيروا يقوصوا على المخيم لله بالله، يعني احنا ما أنه يقولوا أنتوا فلسطينية مسلمين، أنتوا مع أهل البسطة ومع جمال عبد الناصر ضد كميل شمعوني. أوصوا على المخيم والمخيم ما له علاقة بأي شيء، يعني كنا نتخبى هيك، نوقف ورا أمي ونتخبى فيها إنه ليش عم بأوصوا علينا. حتى إنه لما صار انقلاب الحزب القومي السوري اجوا على المخيم، أخذوا 5 شباب من المخيم وقتلوهم، قالوا إنه هدول مع الحزب القومي السوري، الكتائب والجيش أخذوهم. ومن هذيك الأيام الشباب ما بينوا، 5 شباب، 2 من الكسائر و1 من شعب و2 من منطقة تانية. يعني المهم 5 شباب راحوا وخطفوا شباب كتير الكتائب وبهدلون وقتلون وجوا بدهم يقتلون، لو ما هن من بعض يعني انه عاودوا فلتوا قسم كبير من هاي الشباب. فهي بشكل عام المرحلة الأساسية من تأسيس المخيم. وشو المظالم اللي كانت توقع على هذا المخيم من قبل الدولة، الدرك والكفاء والمكتب الثاني بشكل مباشر والجيش. لا يعني لغاية ما بدايات حرب 67 بلش التصعيد، انه الناس كانت متفائلة كثير انه الناس خلص راح ترجع على فلسطين. هلا طبعا يعني نتيجة هذا الظلم اللي كان يصير يواقع على الناس، كانت تصير مظاهرات. وبتذكر أنا أنه الدولة اللبنانية أخذت شباب مثل جلال كعوش
وشاب من عنا من تل الزعتر اسمه ممدوح كان ماخذ واحدة من بيت العينة، هو من الأساس من فلسطينية ال 48 اللي هربوا، كانوا مع الحركة القوميين العرب وفدائيين، فأخذتهم الدولة اللبنانية وقتلوهم اثنين هدول الشباب، جلال كعوش وهذا، فصارت مظاهرات هاي ببداية ال 64 65. فبال 64 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية وقالوا بدنا نعمل جيش تحرير فلسطيني، وصاروا يضبوا الشباب يعملوها بالبداية كشاف، تدريب عسكري وتدريب كشاف، واحد اثنين ولبسوه كاكي وكل شيء. فهالناس كلها دفعت على انه بدها تتدرب، بدها تروح تحارب من شان فلسطين، بما انه اسسوا منظمة التحرير. عملوا اول مهرجان اجتمع فيه كل الشعب الفلسطيني من كل انحاء لبنان، عملوا مهرجان عسكري كشاف، يعني اشتركت فيه كل شعب فلسطين من لبنان في الملعب البلدي ببيروت. وانا كنت يعني بهذيك المرحله كنت بالاعدادي وكنا لبسونا كشاف ونزلنا. وبتذكر انه احمد الشقيري القى كلمه بهذا التاريخ وقال: احنا عندما اجبرنا على الخروج من فلسطين في 48 وجدنا دول عربيه تحتضننا بغض النظر عن كيفيه الاحتضان الفلسطيني، لكن راح يجي يوم على العالم العربي نسأله وين بدهم يهربوا من وجه إسرائيل إذا ما تركونا نعمل لاسترداد بلدنا وأرضنا. وهي كانت بداية إنه الناس كلها وعيت إنه في إلنا قضية وفي تآمر على القضية، والتآمر على القضية معروف إسرائيل عدونا، اليهود أعدائنا، لكن التآمر علينا من الدول العربية، لأنه أنا ما بقدر أفهم فدائي بيروح على فلسطين ليقاتل من أجل وطنه وبمسكوا الجيش اللبناني وبقتلوا، ومش أول مرة، صارت مرة ومرتين وثلاثة. فهون ارتدت الناس وصارت تعمل بشكل سري، وهي بداية تكون الحركات السرية بالمخيمات. يعني مثلا الجبهة الشعبية اللي هي طورت نفسها، كانت حركة قوميين عرب، غيرت من مفهومها والتزمت الماركسية اللينينية وسموا حالهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أما إحنا اللي كنا شباب فتح كانت في حركة فتح، هي كانت الثورة الأم، هو التنظيم السري اللي كان موجود بتل الزعتر بشكل مباشر، وفيش غير قوتين كانوا بالزعتر، جبهة شعبية حركة قومي العرب سرا، واللي كان مسؤولا محمد عبد الكريم الله يرحمه أبو أمل، وكان أستاذ عدنان عقلي، وكان يعني من قياداتهم الأساسية البارزة كان في هذا التنظيم. أما إحنا بفتح طبعا إحنا يعني ما كناش نعرف مين المسائل المباشرين، كل خلية تعرف بس هي مين، لغاية ما بلش التنظيم يفرز من التنظيم، يبعث على القطاع العسكري، نروح على سوريا نتدرب وبعدين يلحقونا بالقطاعات العسكرية. بس يعني أنا بذكر المجموعة اللي كانت معي، لكن بشكل أساسي اللي كان مسؤول التنظيم الأساسي في تل الزعتر كان معروف ماجد النجمي. بعدين يعني بعد ما فلشت وراء التنظيم تبين أنه مسؤول التنظيم كان الشكل المباشر بتل الزعتر، مسؤول شعب تل الزعتر كان ماجد النجمي وأحمد عوض أبو إحسان رحمه الله توفى في أمريكا، وأبو فخر الأسعد، وهالشباب كانوا، والأستاذ مفيد صادق أبو العواصف، ومجموعة منظومة من الشباب كثير، يعني لا مجال أنه أذكرها كلها لأنه الزعتر كله بدك تعتبريه كان فتح. يعني الجبهة الشعبية كان عددهم قليل جدا قياسا، كل التنظيم تبع الجبهة الشعبية ما كان يساوي فصيل من فصائل فتح، المخيم كله كان من شماله لجنوبه شرقه لغربه كان فتح، لغاية ما بلشت الشباب تتوجه على القطاعات العسكرية، وصار في حركة قتال دموي اشتباك يومي مع اليهود من الجبهة السورية ومن الجبهة الأردنية. بهاي الوقت كانت الجبهة اللبنانية جبهة ساكنة ما كان يتحرك فيها إلا مجموعات تسمى مجموعات ال55، اللي كان من أبرز عناصرها الشهيد البطل الله يرحمه ويرحم موت السامعين زهير كروم وموسى أبو ظاهر
وهدول الشباب اللي